السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما في افضل حال. استكمالا لسلسلة الفيديوهات بتاعت الحاجات اللي انا جربتها في حياتي الشخصية، وحابة ان انا انقل التجربة بتاعتي دي لناس تانية لعلهم يستفيدوا منها او ياخدوا منها معلومة او بشكل او باخر تكون فارقة معاهم. فكنت انا شاركتكم قبل كده في فيديو عن تجربتي مع الاشواجندا، ازاي ان انا لما اخدتها لمدة 3 شهور فرقت معايا وحسيت منها بايه بالظبط، ايه اللي انا استفدته وانا اساسا ليه اخدتها. ولان في ناس حبت ان انا اكمل التجربه بتاعتي دي، بما ان انا خلصت الفتره بتاعت اول 3 شهور وبطلتها لمده شهر او دلوقتي كمان 5 اسابيع، فحابه ان انا اقول لكم ايه اللي حصل معايا بعد ما بطلت الاشواجندا بعد اول 3 شهور من استخدامها، وليه انا وقفتها، وهل فعلا هرجع اخدها تاني، هل هي سببت لي ادمان، هل التأثير بتاعها بيمتد لمدة كبيرة أو لمدة قصيرة. فده اللي احنا جايين نتكلم عليه في الفيديو بتاع النهاردة. وفي نهاية الفيديو في سؤال كده، حابة ان انتوا تشاركوني بآرائكم وتعليقاتكم وخبرتكم في الموضوع اللي انا بتكلم فيه ده، علشان يهمني جدا ان انا اخد آراء ناس كتير، لان لسه متحيرة شوية في الموضوع. فتابعوا معايا الفيديو. أنا كنت بدأت أخد الأشواجندا من بداية 25 شهر يناير، يعني أخدتها لمدة 3 شهور. والجرعة بتاعت الشركة اللي أنا كنت باخد منها يعني هي جرعة تابلتس، بس مش هقول الشركة زي ما اتفقنا قبل كده علشان ما يدخلش فيها بقى موضوع أنتي بتعملي إعلان وأنتي بتقولي للشركة مش عارف إيه. فأنا مش هقول الشركة اللي أنا كنت باخد منها، بس يعني الشركات كلها معظمها عندها نفس التركيزات وكده. فالشركة اللي أنا كنت باخد منها كانت جرعتها 2 كبسولة في اليوم، الكبسولة جرعتها 600، فأنا كنت باخد واحدة بس طول مدة ال3 شهور. لأن طبعا في بداية إن أنا كنت باخدها كنت قلقانة شوية من التأثير بتاعها، مش عارفة إذا كانت هتعمل لي إدمان ولا لأ، هيكون ليها أي آثار جانبية عليا ولا لأ. فحسيت إن أنا ممكن أجرب واحدة وأشوف نفسي اخباري ايه معاها، بحيث ان هي لو في اي مشكله او بتسبب ادمان يبقى يعني مده التخلص منها تكون اقل او اسهل كمان، يعني التخلص من التأثير بتاعها يكون أسهل عليا، وغير لما طبعا أكون باخد ضعف الكمية اللي هي كبسولتين. وكلمت في الفيديو اللي فات بالتفصيل على تأثيرها عليا بالنسبة للتوتر والقلق، بالنسبة للأرق أثناء النوم، بالنسبة لأعراض الاكتئاب، بالنسبة للخمول، الكسل، فقدان الشغف، وأهم حاجة الحالة المزاجية بتاعت الإنسان كده بشكل عام. والحاجة اللي أساسا كانت مخلياني أبدأ أن أخد الأشواجندا هي الأوفر رياكت. يعني مثلا موقف بسيط ممكن يقابلني، للأسف بضخم الموضوع قوي وبفكر في الموضوع كتير. بعد ما الموقف يعدي ويعدي تأثيره ممكن يفضل معايا مستمر الأيام في الحالة السلبية والأفكار اللي بتدور في دماغي، يعني تضخيم الأمور بشكل عام، وخصوصا طبعا الأمور السلبية. يعني احنا لما بنواجه مشكلة في الحاجات السلبية فبنلجأ لحاجة تعالجها يعني. والحمد لله كان تأثيرها معايا كويس جدا في موضوع الأرق أول حاجة، وموضوع تحسن الحالة المزاجية، موضوع الأوفر رياكت. كل ما كنت بواظب عليها يعني باستمرار الاستخدام كنت بحس ان انا افضل، وكنت بحس ان هي فعلا ليها تأثير معايا. وكمان في موضوع الاوفر رياكت ما بقاش فيه مواضيع بسيطة بتستمر معايا بالأيام. كنت بحس ان بدي الموقف على قد الموقف، يعني ما بخليهوش يستهلكني ويسحب طاقتي بشكل فظيع. لو كان أمر يعني يعدي وأمر طبيعي وبسيط وبيحصل للناس كلها، على العكس قبل ما كنت بستخدمها. يعني الشعور بالكسل والخمول برضو كان تأثيرها كويس جدا في المنطقة دي. كنت حاسة ان انا اكثر انتعاشا كده واكثر نشاطا، مش النشاط الواو ولا الاكستريم. يعني هي ما بتخليش الواحد اكستريم في ان هو يبقى فرحان ومزاجه واو وكده، لكن هي بتقلل شوية من الأعراض بتاعة الحاجات السلبية، وبتزود شوية من تحسن المزاج. يعني بتخليك كده الواحد في حالة مزاجية لطيفة طالما الأمور مستقرة مفيش حاجة. بتقلل من الخوف، بتقلل من القلق في المستقبل والأوفر ثينكينج زي ما اتكلمت معاكم في الفيديو اللي فات. بس برضو حابة ان انا انوه على التأثير بتاعها معايا. وليه بقى انا وقفتها؟ لان الجرعة بتاعت الأشواجندا علشان تجيب التأثير بتاعها بتستخدم لمدة 3 شهور،
ونبطلها لمدة شهر، وبعدين لو حسينا ان الاعراض اللي احنا كنا بنشتكي منها اساسا واخدنا عشانها الاشواجندا رجعت تاني، فاحنا بنبدأ ان احنا ناخدها 3 شهور تاني ونبطل شهر. يعني هي اثناء السنة كلها بتتاخد 9 شهور، كل 3 شهور بنبطل شهر في ال 12 شهر 9 شهور، و3 شهور ايه من غير اشواجندا، بس بالفترات التبادليه زي ما قلت لكم عليها. فاول حاجه انا كنت باخدها 3 شهور وبطلت شهر. ليه بطلتها؟ علشان انا لو هي كانت بتسبب ادمان، لو هي كانت بتدخل في الجسم وللأسف بتعمل أعراض جانبية لو أنا بطلتها، فكنت عايزة أن أنا أختبر الموضوع ده إذا كانت فعلا بتعمل التأثير ده، وأن أنا هحتاج أن أنا أخدها بقى بشكل فظيع وما أقدرش أعيش من غيرها، والحياة من غيرها لا تستقيم وكده. وتاني حاجة كنت عايزة أبطل عشانها الأشواجندا، كان حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لي أنا شخصيا، أن أنا عايزة أختبر نفسي في موضوع التأثير بتاعها. هل هي تأثيرها اللي أنا كنت مبسوطة منه ده في أن أنا مثلا بتشجع أني أعمل حاجات كنت بخاف منها قبل كده، بيكون عندي كده إقبال على أني أجرب حاجات جديدة ما كانش بيجيلي الإقبال ده قبل كده. كنت أي حاجات جديدة كنت بقلق من التأثير بتاعها، كنت بخاف ان هي ما تظبطش. الموضوع ده اتحسن بشكل كبير كل ما كنت بستخدم الاشواجندا، وكنت عايزه اختبر هل التاثير ده فعلا حقيقي ولا هو تاثير وهمي. علشان انتوا عارفين يعني احيانا كده بيبقى الواحد اخد حاجه ويقولك لما يكون عنده خلفيه ان الحاجه دي مثلا بتحسن المزاج، الحاجه دي بتجيب شجاعه، الحاجه دي بتخلي الواحد يبقى مبسوط وبتاع، فبيكون عنده تأثير وهمي من البداية. فأنا كنت عايزة أشوف هل فعلا التأثير اللي حصل معايا ده تأثير وهمي ولا فعلا ده تأثير من الأشواجندا نفسها، علشان بعد ما بطل الشهر ده أرجع أن أنا أخدها تاني. فالاختبار ده أو الحاجة اللي أنا عايزة أتأكد منها، يعني هل هي فعلا بتعمل الموضوع ده. فراقبت نفسي خلال ال5 أسابيع اللي فاتوا. طيب إجابة السؤال هل هي تأثيرها حقيقي ولا هي تأثيرها وهمي؟ هي الحمد لله الحمد لله تأثيرها حقيقي، وأنا راقبت نفسي وقيمت الفترة دي. بس هي ما كانتش الفترة كلها على فكرة يعني تأثير واحد. أول أسبوع بطلت فيه الأشواجندا كان الأسبوع يعني اللي هو أول أسبوع بعد ال3 شهور. أنا خدتها 3 شهور بالظبط، وأول أسبوع ده كنت حاسة مش بأعراض انسحاب حاجة أو بأعراض إدمان. يعني أنا كنت حاسة بنسميها كده إيه، أريافة. يعني أنا كنت حاسة إن في حاجة في مزاجي مش مظبوطة، بس هي مش حزن واكتئاب وسلبية وعزلة وكده، لكن هي مجرد أريافة. يعني زي ما يكون في حاجة اتغيرت، في حاجة مش مريحاني بس مش قادرة أمسك إيه هي. لكن أنا اللي أنا عارفاه إن أنا مقريفة يعني شوية كده، في شوية أريافة، لكن ما أقدرش أقول إن القلق والتوتر والمشاعر السلبية والخوف من المستقبل والخوف من تجربة الجديد كان في أي أعراض ليه في أول أسبوع ده. لا خالص، هي بس موضوع الأريافة. الفترة التانية بقى اللي بعد أول أسبوع دي لمدة 3 أسابيع، يعني أنا بطلتها دلوقتي 5 أسابيع. أول أسبوع زي ما قلت لكم، ال3 أسابيع بقى اللي بعد كده كنت في المود العادي، ما عنديش إحساس الأريافة ده الحمد لله، كان راح، بس كنت العادي بتاعي اللي هو بزعل، بتوتر، بشيل الهم، ممكن أقلق ويجيلي شوية أرق. مثلا الخمول والكسل بدأوا إن هم يدخلوا كده على وسط اليوم. فبرضو ما كانش فيه موضوع الشجاعة ان انا اجرب حاجات جديدة. كنت حاسة ان انا لا، يعني ما فيش الاستمتاع والإقبال والحاجات دي اللي كانت موجودة قبل كده. لكن برضو ما اقدرش اقول ان هي بنفس الطريقة اللي كانت قبل ما باخد الأشواجندا، قبل ال3 شهور. قبل ال3 شهور لا، أنا كنت بعاني أكتر من كده. ده كان تقريبا النورمال بتاع البني آدم العادي، اللي هو أمور حياته مستقرة بس فيها ups and downs، وفي منحنى كده، شوية مبسوط، شوية متضايق، شوية حاجة تعصبه، شوية يفكر، شوية يجيله أرق، اللي هو العادي والطبيعي بتاع أي بني آدم مش بيعاني من زيادة توتر أو أرق أو التفكير الزائد. فاهميني؟ في الفترة دي بقى بالذات كنت أنا قررت خلاص إن أنا مش هاخد الأشواجندا تاني، لأن
دي حياتي طبيعية عادية وأنا مش بعاني من حاجة. يعني الأمور بالنسبة لي under control، أقدر أسيطر، أقدر أتعلم، أقدر يعني اتعلمت شوية حاجات وتركات كده من الحاجات اللي اتكلمنا عنها هنا في القناة، وبدأت أمارس شوية تمارين، وبدأت إن أنا أشغل نفسي في حاجات، فحسيت إن الأمور الحياتية بدأت إن هي تستقر. خلاص أنا مش هاخد الاشواجندا تاني، خلاص انا مش محتاجاها. السبب اللي كان مخليني اساسا محتاجه ان انا اخدها وواظب عليها، السبب ده ما بقاش موجود. ممكن ان انا اتحسن بمرور الوقت لكن اخدت القرار ساعتها ان انا لا، مش هاخد الاشواجندا لحد ما حصل بقى الاسبوع الاخير. في الاسبوع الاخير ده بدأ يزن عليا موضوع ان انا ارجع اخدها تاني، لان حسيت بشويه انطفاء، شويه فقدان شغف، عايزه اقعد لوحدي. موضوع الاستمتاع والإقبال والشجاعة وتجربة الحاجات الجديدة، وإن أنا حتى أتعرف على ناس جديدة وأبقى يعني منطلقة أكتر في الكلام حتى في الناس اللي حواليا، أو حتى إن أنا أكلم ناس جديدة وأفتح مواضيع مع ناس مثلا في الجيم مثلا أو في المواصلات أو حاجة. الموضوع ده قل بشكل ملحوظ جدا، وحسيت فعلا إن أنا مزاجي مش كويس، يعني معدل التوتر زاد، معدل العصبية زاد. وأكتر حاجة بصراحة أنا كنت مفتقداها هي شعور إن الواحد مستقر نفسيا كده ويقدر يسيطر. يعني أي نعم موقف يضايق حصل، بس حاسة إن هو بدأ ياخد أكبر من حجمه، يعني زي الأوفر رياكت اللي كان بيجيلي قبل ما ياخد الأشواجندا الكورس 3 شهور. آخر أسبوع ده خلاني يعني أنا نفسي بصراحة أن أنا أخدها، علشان أنا ما أدمنتهاش هي نفسها، أنا أدمنت التأثير بتاعها. حاسة أن التأثير بتاعها، التأثير الحلو، أن الإنسان مستقر، أن هو مش كل حاجة بيتعرض لها بيتفاعل معاها زيادة عن اللزوم. شعور أن أنا مثلا عندي الشجاعة أن أنا أجرب حاجات جديدة، ودي حاجة يعني كانت موجودة عندي من أيام ما كنت صغيرة شوية، ودلوقتي كنت حاسة ان هي بدأت ان انا افقدها. لا، حسيت ان انا زي ما تكون رجعت لي تاني، فاتجددت روحي بان انا بجرب الحاجات الجديدة، وعندي شغف اني اتعلم حاجات جديدة كمان. فدي من الحاجات اللي انا اصلا في شخصيتي بحبها، فان انا بدأت ان انا افقدها، والشوشرة العقلية، وان انا ما بقتش بفكر بشكل كلير زي ايام الاشواجندا. الاشواجندا كانت بتخلي الدوشة الدماغية والكعبلة اللي بتحصل هنا دي اقل بشكل ملحوظ بصراحة. فعشان كده انا متحيرة بصراحة اذا كنت انا ارجع اخدها تاني ولا لا. انا ميالة اكتر ان انا ارجع اخدها، لان زي ما قلت لكم التأثير بتاعها كان لطيف جدا معايا وحلو. وبقول طالما هي ملهاش معايا اي سايد افكت، انا يعني ما اختبرتش اي حاجة ضرتني فيها خالص. هي يعني موضوع ان الواحد يبقى مزاجه كويس، عارفين لما تشربوا قهوة مظبوطة ويعني تظبط الدماغ كده وتروق الحال كده، يعني حاجة زي كده. بس طبعا ايه، بتأثير ممتد اكتر، بتأثير يعني يهدي الدماغ كده ويخلي الواحد ما يزودهاش كده وما يأفورش. فاهمني؟ يعني برضو علشان أوضح لكم الموضوع تقدروا تستفيدوا من التجربة بتاعتي بشكل كامل. الواحد يقدر يعيش من غيرها، يعني يقدر. وبعد ما خدتها واختبرت التأثير بتاعها، الأمور أفضل أكيد بكتير من قبلها. والفترة اللي أنا أخدتها فيها دي اتعلمت فيها أن أنا أسيطر على مشاعري برضو بشكل ما، واتعلمت أن لما موقف يواجهني وحاجة تضايقني، عادي أن أنا ممكن أتعلم أن أنا أخفض شوية من التوتر. بدأت أن أنا أدخل يعني زي عادات كده جديدة من العادات اللي بتقلل أساسا من التوتر من غير دخول الأشواجندا. يعني مثلا الرياضة، الكتابة، الكلام، الهوايات، التعلم الذاتي، القراءة. الحاجات دي كلها من الحاجات اللي أنا بدأت أن أنا أعملها لما أخدت الأشواجندا، لأن هي قللت عندي التوتر والغلوشة، فبقيت أكثر قدرة على إني أعمل الحاجات اللي أنا بحبها. زي ما لسه كنت بقول لكم، فالحاجات اللي أنا بحبها حسنت مزاجي، وأنا بدأت إن أنا أواظب عليها فبقت عادة.
فحاسه ان العاده دي تاثيرها امتد معايا اكتر من تاثير الاشواجندا. لكن انا ايه اللي مخليني مياله ان انا اخدها علشان برضو تستفيدوا يبقى كلامي محدد؟ هي ممكن تخلي الاوقات ممتعه اكتر، ممكن تخلي الدماغ هاديه اكتر، يعني ممكن تخلي التاثير افضل. وممكن لو اخدتها لفتره 3 شهور تانية ممكن ان هي تحفزني اني اتعلم حاجات اكتر، ان انا استفيد من وقتي اكتر، ان انا اكون بشكل افضل مع الناس اللي حواليا، واقدر ان انا احتوي الظروف يعني المعيشية اللي كلنا بنتعرض ليها، يعني مش انا بس اكيد، بس بما انها تجربتي فانا بقول لكم يعني بصدق الحاجة اللي حاصلة معايا اقدر اعيش من غيرها الحمد لله اقدر. لكن انا ميالة ان انا اخدها، بصراحة ميالة، يعني تأثيرها لطيف، تأثيرها يعني بيهدي كده كده يعني. ماشي، عشان بس ما بقاش بعيد في الكلام كتير، بس يا ريت انتوا تقولوا لي بقى في الكومنتس ايه رأيكم. فقولوا لي كده لو انتوا كنتوا في مكاني تقدروا ان انتوا ترجعوا تاخدوها تاني لو في نفس الظروف. يعني انا زي ما بقول لكم هي تأثيرها ممكن الاستغناء عنه، لو انتوا عايزين فعليا على أرض الواقع هي تأثيرها ممكن الاستغناء عنه. بس انا معرفش، حاسه ان يعني لو انا بستسهل انا هاخدها، وانا من النوع اللي ما بيحبش يستسهل. بس لو انا هستسهل في حاجه هتسهل عليا امور حياتي، انا شايفه ان هي مش عيب. يعني انا مش عايزه برضه ابقى ساعيه للكمال في الموضوع ده، لكن هي هتحسن حاجات كتير، وانا اوريدي اختبرتها وملهاش زي ما قلت لكم اعراض جانبيه ولا سببت لي اي مشاكل. الحمد لله الحمد لله لحد دلوقتي تمام. فانا بقول ايه المانع؟ فانا مستنيه ارائكم وتعليقاتكم وكلامكم على الفيديو ده بالذات علشان تفيدوني. ولو انتوا كنتوا استفدتوا من الفيديو والتجربة بتاعتي بتاعت النهاردة دي برضو قولولي في الكومنتس. ويا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة ده عجبكم وفادكم. لو عجبكم اعملوا لايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا ليكم، سلام عليكم.